يحبك لا شاك، لذلك كل اللي يطلعون بالبرنامج احنا نحبهم ونحب نتشاقى وياهم. وللتنويه فقط احنا نشتغل حسب المادة 38 من الدستور العراقي، تقدرون تشوفوه. اهلا بكم في برنامج ليفا. يعني كل ما نقول هاي بعد ما يتعاركون بالبرلمان كبرى وصاروا عقال يرجعون يتعاركون مرة لخ. الرفع جاء بسبب عراك ومشادات كلامية. هسه قلنا ذيك المرحلة راحت وهسه راح نبدي مرحلة جديدة مستوحاة من التجارب الديمقراطية مثل التجربة الأوكرانية على سبيل المثال. وشايفين البرلمان الأوكراني؟ أحلى برلمان. لا كذب مرق هاي التجارب. عوزنا مكافش احنا بزمن الوحوش الناس ما بيرحموش. احنا بزمن ورا 2003 الى 2010 وخاصة ورا الانتخابات البرلمانية الأخيرة كنا متفائلين يا أخي، قلنا منا ورايح راح يحلون الخلافات مالتهم بالتفاهم السلمي. أنا أشرفك زين؟ لا تطلع برا، اطلع برا. يوه ويا سبحان الله اكو قسم من السياسيين من الصراعات يتحول من برلماني الى ستاند باي كيو. هاي راح عدزها ان شاء الله. العين الشرقية. شكرا اخويا، وصلت بكل امانه. يا طباب الخير انت. المشكله انه بعض السياسيين العراقيين وين ما يروحون باي بقعه من بقاع العالم يسوون مشاكل. يسقط الجهل ويسقط ويسقط يروح لك فدوى اللي زعلك والله ما عاش اللي زعلك يروح. فاحنا ارتئينا، انتبهوا الى مصطلح ارتئينا، احنا ارتئينا ان نسوي مسابقه لافضل 5 عركات برلمانيه بالعالم وخلي نشوف من الفائز. فزنا، اخذنا البطولة. لا بطولة، اكثر البرلمانات عركاتا بالعالم. دطير عبالي جايب شيء جديد. بس ترى العركات والمشاكل والمضارب والبوكسات ترى موضوع طبيعي جدا. مسألة التشابك في الأيدي أو تصاعد الحديث بين النواب هو يجري في كل برلمانات العالم. بهاي الأزمة الأخيرة صارت وايد عركات، قمنا بعد ما نلحق، كل ما يجتمعون يتعاركون. بسبب نشوب مشادة كلامية واشتباكات بالأيدي بين النائب عن دولة القانون علي شلاه. ودفعت في من دفع ووصلني الدفع في الأخير. وقف أنت كنت بالأخير وجدتك دفعة؟ لا عاد بالبداية ايش صاير؟ معركة البسوس؟ هو اكو مجموعة مال برلمانيين يمكن مال البرلمان. المشاكل والعركات البرلمانية ما انحصرت فقط في الرجال، حتى الجنس اللطيف يتعاركون. حصل خلاف ومنعني من الكلام، نواب يسمحهم لهم بالكلام واخرين لا يسمح لهم. المنع من الكلام بقية الجلسة. ما خليني اريد احكي. صار لي شهرين لا اريد بس بهاي العركة الأخيرة طلعت نائبة متعاركة ويا نائبة. النائبة الأولى المتعاركة ويا النائبة الثانية رئيسة لجنة شؤون الأعضاء، يعني المراقبة اللي يسجل غياب. اولا انا لا اعلم ان لدينا في مجلس النواب نائبة اسمها وصال سليم، وكونها لا تعرفني فهي مشكلتها، وليس ذنبي ان انفها المتعالي لا يسمح لها الا ان ترى نفسها. لا عاد منو متعارك ويا منو؟ اساس الازمه والمشاكل والعركات كلها. والله انا رايت الصورة وهي صورة جميلة ولكن الصوت لم اسمعه. كلنا جميلون ورائعون بالصور، كلنا طبعا جميلون ورائعون. فوتوشوب سياده النائبه اكيد نطلع جميلون ورائعون، بس ما يخالف مو اشكال. بس اهم شيء ما تدخل بها شغلات خارجه عن القانون. قالت باني انسف البرلمان ولا اعتذر. لقد قالت السيد النجيفي سانسف البرلمان ولن اعتذر. بوم يعني طبعا قسم من البرلمانيين كل ما تصير عركه بين برلمانيين هم تلقاهم قاعدين لي قدام
وحاطيه على وضع الضحك، بس يضحك. من اعتقد راح تصير حركات بعد بالبرلمان؟ لان ها هي تعاركوا هوايه. الو شلون اليوم؟ شو وقت؟ بالكافتريا؟ قبل الكافتريا؟ بالحذاء؟ يعني طجن؟ ايش قد تلبس هي؟ يأذي؟ اوبا ليفا ستايل ليفا ستايل اوب 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 اوبا ليفا ستايل ليفا ستايل اوبا ليفا ستايل